الجيل فلتريشن كروماتوجرافي هي تقنية تستخدم لفصل المكونات حسب حجمها، نلجأ لها كخطوة ضمن عملية البيوريفيكيشن التنقية للخليط للحصول على المركب المطلوب مثل البروتين المستهدف البروتين اوف انترست. والتقنية دي عادة بتيجي بعد طرق تنقية أخرى زي السولتنج أوت والدايليسيس، واللي بتساعد في التخلص من بعض الشوائب، بس بتفضل لسه في مكونات غير مرغوب فيها في الخليط. في الجيل فلتريشن كروماتوجرافي بنحط العينة فوق الكولم، واللي بيحتوي على porous beds made of an insoluble but highly hydrated polymer، يعني حبيبات مسامية مصنوعة من بوليمر ما بيدوبش زي الأجروس. ازاي بيتم الفصل؟ الجزيئات الصغيرة بتقدر تدخل المسام الموجودة في الحبيبات دي، وده بيخليها تاخد طريق أطول وبالتالي وقت أطول داخل الكولن. أما الجزيئات الكبيرة فما بتقدرش تدخل الحبيبات دي، فبتتحرك بسرعة عبر الكولن وتاخد وقت أقل، والنتيجة إن الجزيئات الكبيرة بتخرج الأول يليها المتوسطة فالصغيرة، وبكده قدرنا نفصلهم بفعالية على حسب الحجم.